بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، ما فيش مشكله خالص. دي حلقه جديده انا عاملها من سلسله جديده اسمها الترند بيقول ايه. هنتكلم فيها عن كل حاجه حصلت في الترندات كل يوم تلات الساعه 8 بالليل. هنتكلم فيها عن الحاجات اللي حصلت في الاسبوع دوت. ترند كده، سوشيال ميديا، كوره، فن، سياسه لا، دين لا. ليه؟ هجاوبك. سياسه لا ودين لا عشان الاتنين واحد بيكفر والتاني بيصفر، فليه ملهاش لازمه. نتكلم في اللي لينا، وبعدين بصراحه انا ما بفهمش في الاتنين دول، فخلينا في اللي احنا بنفهم فيه. لو ما انتش عامل سبسكرايب في القناه اعمل سبسكرايب، لو ما انتش عامل لايك اعمل لايك، خش اعمل لي فولو على الانستجرام، فولو على تيك توك، فولو على الفيسبوك، اعمل فولو في كل حته، واكتب كومنت حلو عشان كل يوم فيديو وهروق عليك. انا عملت كل حاجه تساعدني نعمل كل يوم فيديو، فان شاء الله بس افوق واقوم اعمل فيديوهات. المهم دلوقتي يلا نبدا باول ترندات السوشيال ميديا. يلا بينا. اول ترند عندنا من كام يوم كده ظهر فيديو لواحد وهو بيموت جوه عربيه اسعاف. ساعتها الناس، طبعا الفيديو ساعتها انتشر، وده وارد يعني هيحصل في كل حته. ساعتها عرفنا ان الراجل دوت اللي كان معاه في عربيه الاسعاف كان ابنه، فابنه وقت ما تلاقيه بيموت صوره وقال لك انا نزلتها على السوشيال ميديا عشان الناس تدعي له. حرفيا الفيديو فيه الراجل وهو بيموت جدا، يعني الراجل وهو بيطلع في الروح. ساعتها الناس طبعا اتقسمت نصين. نص قال لك كالعاده اكل مشاهدات، يا عم ده عايز مشاهدات، كله بقى عايز مشاهدات وكله بقى عايز ترند ومش عارف ايه. ويا عم هي وصلت لحدات كده وما عادش في حرمه ميت، وكفايه ان ما عادش في حرمه بيت، كمان ما عادش في حرمه ميت، يعني تقول لا. والناس مشت في الاتجاه ده كتير، وناس تانية مشت في الاتجاه التاني اللي قالت لك يا جماعه ده هو ما يقصدش، ده هو منزله بس عشان الناس تدعي لوالده. ف ما بين الاتنين دول كده بدأت بقى الحوار خرج من الميديا دخل التلفزيون. بدأت قنوات تستضيفه على التليفون عشان تسأله هو عمل كده ليه، وهل هو يقصد كده ولا ما يقصدش، وحاجات كتيرة. فالحوار بقى ترند. لو عايزين رأيي أنا، فأنا رأيي أنا إن بصراحة يعني أنا مش عارف هو جاب أعصاب منين يصور. والله يكون في عونه والبقاء لله وكل حاجة، بس جاب أعصاب منين يصور؟ ده الواحد بيبقى موجود مثلا لو في دفنة، مش هقول لك واحد بيموت قدامه، في دفنة مثلا واحد بيتدفن اهوت، بقاش جايب اعصاب يقف مهما كان ده مين ومهما كان قريبه ولا مش قريبه. تخيل بقى واحد جايب اعصاب اصلا وابوه اللي من لحمه ومن دمه بيطلع في الروح بيصوره. فيعني بصراحه يعني هي حاجه غريبه، وربنا يستر علينا، لان من الواضح كده اللي احنا داخلين عليه هي حاجه وحشه قوي قوي قوي. وهستنى منك ردك انت ورايك في الموضوع في الكومنت. ويلا بينا ندخل على الترند التاني من ترندات السوشيال ميديا. يلا بينا. الترند التاني كان من نصيب بتاعه بقى الروتين اليومي، اللي هو تعالى شوف كلنا ايه وشربنا ايه ورحنا فين وجينا منين والشغل ده حلو. الناس ديت دلوقتي الحاجه ديت على السوشيال ميديا او الفيديوهات ديت بقى متعرف عليها ومنتشره جدا جدا جدا، وكابلز كتير قوي. دلوقتي بقى يعني ايه، انت عشان تتجوز بتجيب شقه وتفتح قناه يوتيوب، الاتنين شقه وقناه يوتيوب واحتمال عربيه. اهم حاجه عشان تتجوز لو ما عندكش قناه يوتيوب ما انتش متجوز. طبعا مش كلام لكل الناس، بس هو اللي فئه معينه بقت اخده الموضوع دوت قوي، يعني بقى هو شغلهم واكل عيشهم وحياتهم. حلو حلو. الناس دي بقى مقسومه لنصين. نص هو شغال في الاتجاه دوت، واللي هو بقى ايه، تعالوا شوفوا كلنا ايه وشربنا ايه ورحنا فين وجينا منين وصحينا امتى والكلام ده كله، ولهم متابعينهم والناس بتحبهم والناس بتحب تتفرج عليهم، فخلاص دول على جنب. حلو حلو. وناس تانية بقى مقضيها في حوار الترندات، اللي هو اتطلقنا، جوزي بيخوني، ضربنا مش عارف مين، ابننا ضاع، الشغل دوت. حلو حلو. الجزء دوت اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه دول في حالهم وخلاص خلصنا منهم، سيبهم على جنب ملناش دعوه بيهم. تعال نتكلم على الجزء ده. الجزء دوت كل شويه يطلعوا لنا بترند شكل، اللي مش عارف تروح تتصور مع كلب، واللي مش عارف تروح تتجوز مش عارف مين على جوزها وهي متجوزه قبل كده، واللي يروح مش عارف يتجوز مين، حوارات كتيره كده. الترند السنه دي بقى او الترند الاسبوع دوت بقى، الترند دوت بتاع واحد اسمه بتهيألي جبس مصر. قبل ما اتكلم في اي حاجه، انا ضد اصلا ان اي حد يسمي اسمه جنب اسمه مصر. انا مش فاهم ليه انت دلوقتي ليك اسم ما تسمي اسمك، ليه تسمي مصر؟ مصر ديت يعني معلش لو هو مثلا نجيب محفوظ ولا مش عارف حد عدل، يعني يا عم سمي مصر، ده احنا نتحايل عليك تسمي مصر. محمد صلاح احنا فرحانين بيه وفرحانين جدا بوجوده في حته زي اوروبا، لان بيتذكر هناك اسم مصر، الملك المصري او اللاعب المصري، بنفرح. ده واحد مشرف بلدنا، انما انت مسمي جنب اسمك مصر ليه؟
ومش انت بس، ده انت وناس كتيره جدا جنب اسمكم مصر. فدي حاجه بالنسبه لي انا حاجه يعني اشمئزاز بصراحه يعني مش من حلاوتكم قوي، مش من حلاوه محتواكم هنسموا جنب اسمكم مصر. ده اولا. والنقد دوت لاي حد مسمي جنب اسمه مصر مهما كان مين، ما ينفعش ابدا 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 ابدا. حلو حلو. تعال نتكلم بقى على المحتوى. الاسبوع دوت كده او الحوار ده بقاله حوالي شهر كده، فيديو انا على ما عرفت كده او على ما سمعت ان هما متعودين على كده على طول. كل كام شهر كده شهرين ثلاثه تلاقي فيديو انفصلنا، فيديو جوزي بيخوني، فيديو جوزي اتجوز عليا. طبعا هو ليه قناه ومراته لها قناه واولادهم لهم قناه، العيله كلها لها قنوات. حلو حلو. في فيديو بقى انتشر كده وهما بيتكلموا على جوزي وهي منزله فيديو ان هي بتقفش جوزها بيخونها جوه بيت. حلو. يعني هي طالعه على سلم، اللي هي مراته يعني المفروض طالعه على سلم، فشافت جزمه جوزها موجوده قدام الباب. سبحان الله سبحان الله الله اكبر يعني. خبطت على الباب ودخلت، تلاقي جوزها جوه قالع. قلع ازاي؟ قلع والله هو مش قلع، يعني هو مش قلع، هو قاعد بان قلع تيشيرت بس وقاعد بشورت. حلو يعني بيخونها يعني بصراحه انا مكانك عارف لو بيخونك. المهم طبعا دي تمثيليه هم عاملينها يعني ومسلسل وكلام من ده. سيبك من الحوارات دي كلها. وهي لما دخلت جوه فدخلت بدات ان هي تهزقه بقى ايه. يعني تتخيل كده ان هو في زوج، مش هقول لك راجل، زوج كاتب سكريبت لمراته عشان تهزقه بيه وتشتمه بيه. والله اعلم يعني، ممكن ما يكونش سكريبت، ممكن يكون قايل لها ابدعي انت قولي اللي عندك، الله اعلم. فبدات ان هي تشتمه شتايم بقى، وانت حشاش وانت كنت وانت حرفيا بتعايره. انت لو بتتفرج على الفيديو هتحس ان انت قاعد في حاره في اتنين بيشرشحوا لبعض. ده مش راجل ومراته. وده يعني ما تتخيلش ان ممكن في يوم من الايام راجل يقبل على نفسه ان مراته تقول له كده، وكمان هما متفقين. يعني انت فاهم الفكره. بدات ان هي تهزقه شويه وتشتمه وتغلط فيه. انا بس عايز اسالك سؤال بجد، انا في حاجه فاكرها من ساعه الفيديو مش قادر انساها. بذمتك انت البطن ديت باين عليها لسه جايه من الجيم؟ اصل انت بتقولي له ده انا خليتك تروح الجيم، البطن دي راحت الجيم يا ظلمه؟ ده البطن ديت لسه طالعه من عند صبحي كابر دلوقتي ناو. جيم ايه يا جدعان انتوا بتتكلموا عليه؟ المهم المفروض ان هو كده ايه، خلاص شافته هو بيخونها اهوت. بدأوا بقى ان هما فيديوهات بقى ان هي بتلقح عليه وهو بيلقح عليها وهي بتشتمه وهو بيشتمها. وبدأ هو بقى ايه في محتوى تاني مع الست التانية اللي المفروض اللي هي مراته مسكته معاها ديت، اللي هو بقى ايه تعالوا شوفوا كلنا ايه وشربنا ايه، تجهيزات الفرح، فستان الفرح، مش عارف، الصور بتاعت الفرح، اول يوم بعد الفرح، تاني يوم بعد الفرح. ما هي دي حياة اليوتيوبرز بقى لو انت بتعرفش يعني. فالمهم ايه، واحد من الفيديوهات ديت يعني، فالمفروض ان هم ايه قاعدين دلوقتي يشتموا في بعض ويلقحوا على بعض. حلو حلو. وطبعا طبيعي جدا طالما الراجل دوت بعيد عن ولاده ومراته، المفروض ان هو عايش مع الست التانية، فبقى عامل فيديو وهو بشوف ولادي لاول مره بعد غياب طويل مش عارف ايه. في حاجه بقى كده حصلت ضحكتني قوي والله العظيم. بص انا معترف جدا ان احنا في عصر السرعه. حلو حلو. بس انا عندي سؤال دلوقتي كانوا منزلين فيديو يا اسطى، يعني هم ايه، هم دلوقتي متجوزين دلوقتي مثلا، حلو، بعد اسبوعين منزلين فيديو اللي هو مراته حامل. هو منزل فيديو بيقول ان مراته اللي هي المفروض متجوزها جديد ديت حامل بعدها باسبوعين، بعد فرحهم باسبوعين. فانا بصراحه ما فهمتش ازاي حامل بعدها باسبوعين. انا فاهم ان احنا في عصر السرعه بس مش الدرجه دي، يعني انتوا كده بتخترقوا الطبيعه بجد. وبقى طبعا شغل مقالب بقى، بقول لك حوالي مثلا ايه 30 فيديو ولا 35 فيديو في حوالي 10 ايام 15 يوم، فلوس يعني. فالمهم فمن كام يوم كده، من حوالي يومين ثلاثه كده، خلاص بقى ايه خلصت الحكايه، المسلسل خلص. الست اللي هما المفروض اللي هو كان متجوزها ديت نزلت فيديو كده بتقول ان يعني مسجله مكالمه بينها هي ومراته، المفروض يعني ان هي بتقول لها انت ليه ما جيتيش، ان لسه في 5 فيديوهات لسه هتصوروا وانت ليه مشيتي وحاجات كده. المفروض ان هي الست العروسه الجديده ديت يعني زعلت منهم فسابت لهم البيت ومشت، او سابتها ومشت. حلو. وبدات تحكي بقى تقول لك لا عادي ان هو كان ده ترند بس مش اكتر، وان هو كان لسه عايش مع مراته والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله اغلب الناس هتبقى فاهماه يعني وعارفاه، وان ممكن تكون مراته كمان هي اللي كانت واقفه تصور، يعني انت متخيل عادي يعني. بعد كل دوت وبعد كل ما الحوار ده كده خلاص خلص، فانا بس عندي كام سؤال. انا كده شرحت لك الترند داير على ايه وايه اللي حصل فيه، فانا بس عايز اسالك او اسال يعني كام سؤال. يعني اولا، هل دلوقتي في راجل يسمح على نفسه ان هو يتشتم ويتهزق ويتهان علشان خاطر شويه فلوس؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، فلوس اليوتيوب والترندات للدرجه دي هبله الناس تخلي زوج يعني
يعني عيله زي ديت من وجهه نظر انا هي عار على كل حاجه. والله عيله زي ديت هي عار على اي، عار على الشارع اللي هي قاعده فيه. ده بجد. الناس اللي عايشه في المجتمع ده او عايشه كده، ده مجتمع حقير، مجتمع زباله، مليان كله على الماديات بس مش اكتر. يعني يا ريتهم حتى بيقدموا محتوى. يعني هم لو بيقدموا في محتوى عائلي، في ناس بتقدم محتوى عائلي وعايشه اللي هي ما بتسمعش عنها حاجه، مش عارفين يعيشوا زيهم. فيعيشوا ازاي؟ بالترندات، يقعدوا يهينوا بعض. هل الزوج دوت او الراجل والست دول ما بيفكروش يوم في الايام في ولادهم؟ ابنك دوت، يعني الكلام اللي هيتعرض له، الحاجه اللي هتحصل له. ما هو دلوقتي ما عادش في حاجه بتختفي. فابنك ده ولو مثلا دلوقتي عنده 5 6 سنين، حبه كده يبقى عنده 10 سنين، 15 سنه، هيشوف الكلام ده. ما هو هيشوف وهيعرف الكلام ده. ساعتها هتواجهه وانت تقول له ايه؟ ما هو حاجه من الاتنين، ده لما يكبر حاجه من الاتنين، يا يسيبكوا ويمشي ما عادش يشوف خلقكوا تاني، يا اما هيهنكوا بجد، هيهنكوا. لان هو يعني الواد ذات نفسه اصلا هتلاقيه يعني، انا على ما اظن مش هتلاقيه سوي نفسيا. ما هو عايش في مجتمع عبيط، عايش في مجتمع اهبل، عايش في مجتمع شايف امه بتعيط عشان اتطلقت من ابوه، وابوه اصلا قاعد بايت معاهم في البيت. انت فاهم حاجه؟ فده مجتمع متخلف. فالناس اللي عايشه كده، الناس اللي عايشه كده يعني اتقوا الله وتقول في ولادكم. يعني المفروض البني ادم لما بيكون عبيط وهبل كده فتره معينه، لحد ما يجي يتجوز ويخلف يبدا يعقل، يقول لك بس بقى ده خلاص بقى عنده مسؤوليه فبقى عاقل. انما ده عكس اللي بنشوفه على اليوتيوب جدا. في ناس كتيره جدا عايشه كده، عايشه بالطريقه ديت. فربنا يهديكوا، وفكروا بالله عليكم، فكروا في الناس اللي حواليكوا، وفكروا في ولادكم لما يكبروا هتقولوا لهم ايه. احنا دلوقتي في عصر مفيش حاجه فيه بتتنسي، اي حاجه بتعملها الناس تفضل فاكراها. ودلوقتي بقى انا عندي كلمه للناس ذات نفسها، ايوه معلش ليك انت كبني ادم، لو انت كمشاهد، او انت لو واحد عامل لهم هم ايه مثلا سبسكرايب ولا حاجه. من فتره مش من كبيره قوي كنت بشوفها على التيك توك، راجل كده كان بيطلع يشتم المتابعين بتوعه، يقول لهم تابعوني يا مش عارف يا كذا، ابعتوا لي هدايا يا كذا يا فلان انت وفلان وفلان، شتايم. حلو حلو. كنت بقعد اسال نفسي هو ليه الناس لسه بتتابعه؟ يعني ده بني ادم دلوقتي، المفروض انا متابع واحد بيطلع يشتمني، انا ليه لسه متابعه؟ قعدت افكر فيها كتير لحد ما فعلا ما تلاقيتلهاش اجابه. اصل يعني الربط اللي ممكن يربط واحد يتابع واحد تاني بيهينه، انت فاهم حاجه؟ مع مشي بقى الزمن كده والحاجه بدات اشوف الكلام دوت. يعني دلوقتي انت متابع واحد على اليوتيوب طلع بيضحك عليك، هو بيقول لك انا بضحك عليك، عامل لك فيديو بيقول لك انت مغفل، انا بضحك عليك، انا ببيع لك الهوا، انا بفرجك على حاجات تمثيليه اصلا، انا بضحك عليك وبقل منك، ويعني انت كده بالنسبه لي ولا اي حاجه في الدنيا، كل ده عشان اخد من وراك انت فلوس. هو بيقول لك كده وبرضه انت لسه بتتابعه. هو بيقول لك كده وانت برضه لسه بتتفرج. هو بيقول لك كده وانت برضه لسه، يعني ممكن هتلاقيهم داخلين يشتموني في الفيديو ده عادي. فاهم حاجه؟ فانت العقلانيه دي اجيبها منين؟ يعني ممكن اقول لك مثلا عيال صغيره، مثلا عيال تحت السن اندر ايج مثلا، لا بس اللي تستغربوا اكتر ان المحتوى ده او الناس اللي بتعمل كده بيتابعهم عدد كبير جدا من خلاجه، عدد كبير جدا، ناس كبير عاقله، في ناس كبيره، في ناس معديه 18 و19، في ناس في العشرينات والثلاثينات بتتابعهم وتتفرج عليهم. فاللي هو انت عايز ايه؟ انت كمشاهد عايز ايه؟ تقصد بده ايه مثلا؟ مش فاهم. وبكده يكون خلص الترند التاني. مستني منك رايك في الكومنتات، ويلا بينا على الترند التالت، يلا بينا. وده الترند التالت من ترندات السوشيال ميديا. الاسبوع دوت كان في فيديو كده منتشر لمدرسه في احدى الدول العربيه، بصراحه مش عارف فين بالظبط، وهي بتشرح المفروض للطلاب يعني فازر ماذر سيستر براذر الحاجات ديت، فبتشرحها على اطفال صغيره، على اطفال من عندها. حلو، موقفاهم في الفصل كده على السبوره زي ما تشوف الفيديو من كمان شويه. فهي بتشرح للاطفال التانيين ده بقى فازر وماذر وسيستر وبراذر وحاجات كده. فجايبها طفل من الاطفال دوت ملبساه شنب، الطفل ده تختخ شويه كده وملبساه شنب، المفروض ان ده الاب يعني. منظر بص اجمل مما تتخيل يعني. فالفيديو طبعا بقى ترند والناس كلها اتكلمت عنه، وبقت حاجه وصلت لحته بعيده قوي 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 قوي. والولد دوت دلوقتي انا شايف جرايد بتجيب لك قصه حياه الولد الصغير ده اللي هي ملبساه شنب دوت. فيعني هو الترند لطيف بصراحه وحلو. بس انا عايز اسالكم سؤال بالله عليكم بجد بجد، المظهر الام اللي انتوا جايبينها ديت بجد عملتوها ازاي كده؟ عبله كامل، عبله كامل انتوا عملتوا فيها كده ازاي اصلا؟ يعني ده ايه ده؟ يعني بنت صغيره ازاي جبتوها خليتوها شبه حبله كامل كده؟ يعني كل ده ازاي؟ ترند خفيف لطيف جميل، يا ريت يا اخي كل الترندات تبقى زي ده بجد.
يعني ترند جميل عجب الواحد اللي هو اتفرج كده قال الله جميل، حاجات خفيفه. وبكده نكون خلصنا ترندات السوشيال ميديا. تعالى بقى نخش على ترندات الكوره. يلا بينا يلا بينا. الترند الرياضي.